من بعد ما درت سونداج وكل شي اختار موضوع على الجمال، لقيت ان البنات المحجبات قلال عندي في القناة، وكلهم كيطالبوا فيديو خاص اللي يكونوا فيه جميع اسرار اللي هما محتاجينها. داكشي باش انا درت كاع المجهودات اللي نقدر عليها باش نقدم لكم افكار غتنفعكم وغادي تخليك تزيدي تزياني بالحجاب. الطلب ديالي الوحيد منك هو تبارطاجي هاد لا فيديو مع اي بنت محجبه انت كتعرفيها، وديري لايك للفيديو، حيت الا وصلتوا هاد لا فيديو ل100 غنشارك معكم الجزء الثاني اللي غتكون فيه حيل كتهمكم بزاف. يلا نبداو. اول حاجه هي الفولار. مني تبغي تشري الفولار ديالك خاصك تركزي على الكاليتي ماشي الكونتيتي، ولو يكون الفولار اللي غادي تاخديه بثمن غالي، المهم انه تكون الجوده ديالو عاليه. مني كنهضروا على الكاليتي كنهضروا على الثوب، يعني خصك تعرفي اشنا هما الاتواب اللي خصك تشري في الفولار ديالك وكيفاش خصك تستعمليهم. اول ثوب اللي هو القطن، خاصك تشري على الاقل 2 ديال الفولارات ديال القطن، حيتاش القطن عملي وخفيف ومريح وكيخلي حتى البشره ديالك كتنفس. وهذا الفولار اولا هذا الثوب مناسب لفصل الصيف وفصل الربيع. ونفس الحاجه بالنسبه للفولارات ديال البامبو، حيتاش هذا الثوب زوين بزاف فصل الصيف وكيشرب العرق وصحي للبشره، بالاضافه انه كيخليك تحسي براسك منتعشه وما كيصهدكش من الداخل. ثاني ثوب خاصك تشريه في الفولارات ديالك هو الكريب، حيتاش الكريب عملي وما كيزلقش وكيبينك انيقه. يعني الا كانت عندك شي حاجه ضروريه وكنتي زربانه، الا كان عندك سواء الكريب او لا فولار ديال الليكرا فهما زوينين بزاف، حيتاش ما كيزلقوش وكيبقاو ثابتين وكيبينوا حتى الشكل ديالك مرتب، بالاضافه انهم مريحين. تقدري تستخدميهم في الانشطه اليوميه ديالك، بحال البنات اللي كيديروا لاصال كنصحكم بليكرا حقاش زوينه بزاف ومريحه. وهاد النوعيه ديال الفولارات بجوج كيتلبسوا في فصل الخريف وفصل الشتاء. ثالث نوعيه اللي كتلبس في المناسبات بزاف اللي هي الشيفون. الثوب ديال الشيفون كيعطي لمسه انيقه وانثويه اوتفيت ديالك. المشكله الوحيده اللي فيه هو انه كيحتاج بزاف الفنيت وتردي معاه البال لانه كيزلق. نفس الحاجه بالنسبه للحرير. الحرير هو رمز ديال الفخامه والملكيه ومثالي يتلبس في المناسبات، عرضات الاعراس او لا الاعياد، فكيجي زوين بزاف وكيعطيك واحد الهيبه وواحد الشكل اللي زوين. ولكن خاصك ضروري تحضي معاه حتى هاد النوعيه لا تيكستشر ديالهم كتكون كتزلق. ثاني حاجه هي الالوان. مني خاصك تبغي تشري الالوان خاصك تستخدمي الذكاء ديالك، والحيله اللي زوينه وغتنفعك هي ان الفولارات اللي لا تيكستشر ديالهم مختلفين خديهم في نفس الالوان. الا خديتي مثلا فولار ديال القطن في اللون الابيض، حاولي انك تاخدي فولار شيفون في اللون الابيض، هكا كتباني انك ما كديريش نفس الفولار. اما الا خديتي فولار نفس اللون فولارات اللي لا تيكستشر ديالهم متقاربه غتباني بحال كتلبسي نفس الحاجه، وبهذه الطريقه ما كتضيعيش الفلوس وكيبانوا عندك بزاف ديال الاختيارات. وبالنسبه للالوان المهمه اللي خصها تكون عندك في البلاكار هي اللون الابيض والاسود والرمادي والبيج والكريمي والبلو، خصوصا البلو غوا والاخضر الزيتوني وكذلك الغوز، وكيكون سهل عليك انك تنسقيها. ثالث مرحله هي خصك تعرفي اشنو هي الشده ديال الزيف اللي كتناسب الوجه ديالك. خاصك تعرفي ان الوجه فيه بزاف ديال الانواع. غنبداو بالوجه البيضاوي. بالنسبه للوجه البيضاوي هو اللي منتشر بزاف في المغرب. بالنسبه لهاد النوعيه ديال الوجه الا كانت عندك فكتناسبك جميع اللفات، ومن الاحسن ديري واحد 2 لفات اللي معتمدين واللي كلشي كيشكرهم، واغلبيه البنات اللي عندهم اوفل فيس كيستخدموهم، اللي هما هادو اللي غنخليهم لك هنا حيتاش كيعطيوك واحد المظهر انوثي وكيزيدوا يبرزوا الملامح ديالك. ثاني شكل هو الوجه الدائري. بالنسبه للبنات اللي عندهم وجههم داير فمن الاحسن ديري لفات اللي كطول الوجه ديالك وكتعطيك انحناء، انه الا كان وجهك داير وكتزيدي ديري لفه دايره غتولي بحال شي ليمونه. خاصك بحال اللفات اللي كيطولوا لك الوجه ديالك، واللي هما هادو اللي غادي تشوفيهم هنا، من الاحسن انك تعتمديهم، كيعطوك واحد الاطلاله راقيه وكيزيدوا يبينوا وجهك طويل شويه باش كيولي الشكل ديال وجهك غادي النوعيه ديال الاوفال. ثالث نوع هو الوجه طويل. بالنسبه للبنات اللي وجههم طويل فغالبيا كيلقاو بعض المشاكل في انهم يديروا بزاف ديال لفات الحجاب، لان بزاف ديال البنات كيتشكاو انهم ما كيتناسبوش معهم اغلبيه لفات الحجاب.
ولكن احسن نوعيه اللي تقدري انك تعتمديها هي انك ديري دائما باندا الا كنتي بغيتي ديري الفولار ديالك، لان الباندات كتخلي الشكل ديال الجبهه ديالك كيبان دائري وما كتعطيكش داك الانحناء اللي كيزيد يطول لك الوجه ديالك. بالنسبه للبنات اللي وجههم مربع، اللي كيكون عندهم الوجه كاري شويه، يعني كيكون عندهم دوك العظمات، فمن الافضل انك تعتمدي هاد اللفات ديال الحجاب اللي كتخلي الشكل ديال الوجه ديالك بارز وكتعطيك داك العرض في الوجه اللي كيبين لك المنظر ديالك زوين بزاف. وغنخليو لك احسن لفات اللي كتناسب هاد النوعيه ديال الوجه. والحاجه اللي نقدر ننصحكم بها هي ان كل بنت انسبيرا من البنات اللي كيديروا التيتوريالز ديال الحجاب اللي عندهم نفس الشكل ديال وجهك. ما تمشيش تانسبيري من وحده وجهها اوفال ولا وحده وجهها طويل وانتي وجهك سكوير مثلا. اما بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش كاع يديروا لفات حجاب، كاينين انواع ديال الحجاب اللي كيتسماو الحجاب الذكي. هاد الحجاب الذكي كتقدري ديريه وانتي مرتاحه وما كتحتاجيش تبقاي واحله كل نهار، كتشريه كما هو فقط كتقاديه بسهوله وما كيضيعش لك حتى الوقت. فالحجاب الذكي شي حاجه اللي زوينه بزاف وغتنفعك. غنخلي لكم الرابط في الديسكريبسيون بالنسبه للبنات اللي مهتمين. بالنسبه للاكسسوارات فغنبداو بالباندات. الباندات ضروري ما يكونوا عندك، تكون عندك وحده في الكحل، وحده في الابيض، وحده في الوان النيود. ومن الاحسن انك تنوعي، يعني ما يكونوش عندك غير رطبين، من الاحسن يكونوا عندك حتى مشبكين، فكيعطيو واحد المنظر اللي زوين بزاف، خصوصا الا كان عندك شي نوعيه اللي مشبكه في الابيض او شي نوعيه اللي في اللون الاسود، كتعطي واحد المنظر اللي زوين بزاف. ثاني حاجه هما الفنيتات او مثبتات ديال الزيف. كاين هاد النوعيه هادي كتجي زوينه، عندها واحد المنظر اللي زوين على الشكل ديالك، وخصوصا كتجي مع النوعيه ديال الفولارات ديال القطن او الفولارات اللي كيكون الثوب ديالهم رطب. الا لقيتيهم في شي بوتيك ولا عند شي مول ماكياج غيكون حسن، سينو ما لقيتيهمش غادي تلقايهم في الديسكريبسيون. اهم مرحله في الفيديو ديال اليوم هي الميك اب. الا كنتي كديري الزيف من الافضل انك ديري ميك اب نو ميك اب، يعني ما ديريش واحد الماكياج اللي كيكون شارجي وفيلغار وكيبينك يعني في واحد المظهر انك راك دايره شي حاجه. من الاحسن انك تستخدمي النوعيه ديال الميك اب اللي كتبينك ما دايره والو، بحال مثلا احسان بن علوش. احسان واخا كدير ميك اب ولكن ما كتبينش انها دايره ميك اب بزاف، يعني الماكياج ديالها كيكون سامبل ونوتي نقي بحال هكا. خص يكون الماكياج ديالك باش البراءه كتزيد تبان في الوجه ديالك، يعني فقط كديري كريم سولير، كتمشطي حجبانك، كديري لونتي ساغن، لان بزاف ديال البنات كينساو لونتي ساغن، فقط شويه ديال تانت وبلاش وشي غلوز يكون خفيف، وهكا كتكون القطعه الفنيه زوينه وعندها واحد المنظر اللي هادئ ونقي. دابا غندوزو لاخر واهم مرحله هي اللباس والاحذيه المناسبه. اول اوتفيت اللي ضروري غتكون عندك كمحجبه هي اللباس الشرعي. اول حاجه خصك تركزي عليها هي ان الزيب خصو يكون دائما بالدرجه ديال اللون ديال اللباس الشرعي، يعني ماشي تلبسي الكسوه ديالك او لا الفستان باللون الوردي وديري الزيف مثلا باللون الازرق. دونك خص يكون تناسق، ومن الاحسن ان الزيف يكون دائما بالدرجه او لا نفس اللون ديال الكسوه. ثاني حاجه اللي غادي تزيدك واحد الاناقه وواحد الرقي اللباس الشرعي ديالك هي الساك. من الاحسن انك تشري ستاك اللي يكون سامبل وفي الدرجه ديال اللون ديال اللباس الشرعي ديالك، هكا كتباني هاديه وكالم وكيعطيك واحد الرقي اللي زوين بزاف. بالنسبه للاحذيه اللي كتناسب مع اللباس الشرعي، الاحذيه ديال الكعب العالي او لي طالون تيجيو زوينين بزاف، تيجيو انيقين ونوتيين. تقدري تلبسي لي صندال كومبونسي، يعني صنداله او ميم طون ما عندهاش الكعب العالي، دونك كتكون كومبونسي مريحه كونفورطابل و ميم طون كتجي زوينه في اللبسه. اما بالنسبه للسنيكرز او لا السبرديلات اللي خصك تلبسي، فكنصحك بهاد النوعيه ديال السبرديلات اللي زوينين بزاف وكيجيو انيقين مع اللباس الشرعي. اول نوعيه هي نيو بالانس. نيو بالانس اللي كانت بشحال هادي موضه قديمه مي عاودت رجعت دابا، شي حاجه اللي زوينه بزاف وكتجي انيقه مع اللباس الشرعي. وكاين النوعيه الثانيه ديال السبرديلات اللي كنصحك انها تكون عندك في البلاكار ديالك. كاين النوعيه ديال نايك اير جوردن، حتى هي زوينه بزاف كتجي واعره في اللبسه. ثاني اوتفيت اللي زوينه بزاف هما الفساتين ولا الكسيوات ديالك. كنصحك انك دائما تلبسي معاهم كيمونو او لا عبايه طويله.
بحيث انك كتستمتعي بالجماليه ديال الكسيوه و او ميم طون كتكوني لابسه يعني شي حاجه اللي طويله ومستوره وهكا كتكوني كونفورطابل اكثر. بالنسبه للكساوي يفضل يتلبسوا مع لي طالون او هاد النوعيه ديال لي بوطات العاليين، كيعطيو عليك انطباع ديال النضج والثقه في النفس. نفس الحاجه بالنسبه لي جيب، الاناقه ديالهم كتكمل مع لي طالون ولا هاد النوعيه ديال الصبيطات لي اولد ماني. وفي الاخير كنتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو ولقيتوا فيه كل شيء اللي بغيتو. داكشي باش كنتمنى تقدروا المجهودات اللي كندير وديروا لي لايك لهذا الفيديو وتكتبوا لي شي كلمه زوينه في لي كومونتير. كنبغيكم بزاف. كانت معكم شيماء.